حدث في مثل هذا اليوم من رمضان من سيرة المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. في الأول من رمضان لذكر بعض الروايات انطلق ما يقرب من 30,000 من المسلمين يتقدمهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد سمي ذلك الجيش بجيش العسرة لشدة الحر وبعد المسافة وقلة المؤونة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة في هذه الغزوة. وفي الأول من رمضان توفيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة تشرفت بالإسلام، ودورها ومكانتها في تثبيت ونشر الدين الحنيف أكبر من أن يخفى. ومن حوادث اليوم الأول من رمضان ما جاء في كتاب الثقات في حوادث السنة 3 للهجرة. قال ابن حبان رحمه الله: فيها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة من بني هلال التي يقال لها أم المساكين، ودخل بها حيث تزوجها في أول شهر رمضان، وكانت قبله تحت الطفيل بن الحارث فطلقها، فتزوجها عبيدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيدا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلت أمرها إليه عندما خطبها، فتزوجها وأشهد وأمهرها 12 أوقية ونشا، فمكثت عنده 8 أشهر، وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع، وكانت سنها يوم ماتت 30 سنة.